من آلاف السنين اتكتب نص غامض على لوح طيني صغير بلغة محدش فينا لحد النهاردة فاهمها. العلماء سموها لغة فينشا، شوية رموز على شوية حروف، بس مفيش ليها أي معنى مفهوم. لا هي فرعونية ولا لاتينية ولا حتى تشبه أي لغة بشرية معروفة. فيه اللي فكر إنها شفرة، وفيه اللي قال كنز أو يمكن لعنة، واللي يخوف بجد إن في رموز منها ظهرت من فترة قريبة، مرسومة على حيطان مهجورة في أماكن المفروض محدش بيوصل ليها أصلاً. السؤال هنا، هل دي مجرد صدفة؟ ولا في حد لسه بيتكلم باللغة دي لحد دلوقتي؟ الله أعلم، بس الأكيد إن مش كل الألغاز ليها حل، وساعات بيكون الجهل أريح بكتير من الحقيقة.